بالمرار كرامي يطالبوا بالصحراء الشرقيه. شكون الصحراء الشرقيه؟ جاو راهم في الحدود، جابوا السلاح وصادمين خويا. لا مازال. انا نقول لك لو كان تطيح الصحراء الغربيه، لو كان طيح راح نكون عندنا مشاكل في الصحراء تاعنا. ديرها مليح في راسك. دركا ما عندناش مشاكل تاع بوليساريو يدي في ملايير الدولارات من اموال الشعب الجزائري. المشكل هذاك ما شفتوش. لا البوليساريو يعني دوله عندها مناطق محرره. وين دوله؟ وين المناطق المحرره؟ شكون عايش فيها المناطق المحرره؟ عندها المناطق المحرره راهي باينه مرسومه في الخريطه. وين المناطق المحرره؟ انت كنت درك راك تناقض في نفسك، قلت كاين شاحنات جزائريه دخلت لهذيك المناطق، الدرون عطاهم للراس. دونك وين راحت المناطق المحرره؟ انت اللي راك تناقض في نفسك. ما دام هي مناطق محرره يعني تسمح بعبور شاحنات جزائريه. يا بصح كي دخلت الشاحنات الجزائريه عطاهم الدرون للراس صديقي، انت قلتها. لا اعطاهم الدرون للراس، ولكن المنطقه هذيك ما عندهمش الحق المروك يتدخلوا. ما عندهمش الحق المروك يتدخلوا، لان المنطقه هذيك اصلا راهي تحت حمايه تاع. واش من منطقه؟ ما العيون دركا في يد من يسير دركا العيون الداخله في يد من؟ في المروك. شكون في يد من؟ في يد المحتل. دونك ماهيش محرره. لا العيون ماهيش محرره، ولكن مع الحدود الموريتانيه. خويا اعطيني مواطن جزائري من غير هادو تاع الشاحنات اللي خرجوا من الحدود الجزائريه. اعطيني مواطن في تندوف الاسم تاعو مات في قصف مغربي. ما كانش لحد الان ما كان. ولكن التهديدات راهي. التهديد الوحيد هو ناس في تندوف يديو في ملايير الدولارات من اموال الشعب الجزائري. لا وعندهم سلاح مسلحين. عندك وعندهم اسلحه ثقيله. عندك لي بروف تاع لي بروف باللي الجزائر يشري السلاح للبوليساريو. انت شكون يشري لهم؟ ان شاء الله يطلع عليهم من السماء. لا اسمع تبع مليح الوضعيه كيفاش راهي تطور. خويا شوف استنى برك باش ما نتشعبوش. اعطيني التهديد خويا، راك تكلمت في قضيه حساسه. اعطيني التهديد. انت قلت لي الحدود الغربيه تاعنا، لو كان مثلا لا قدر الله تما يعترف تنتهي القضيه هذه تصير حدودنا مهدده. دونك درك راه كاين تهديد. واش هو اللي جاينا من الحدود الغربيه حنايا؟ الغربيه شكون يجيك المروك؟ كش ما جا اعطيني اسماء تاع ناس ماتت في قصف مغربي. لا ما قلت لكش كاين اسماء، قلت لك تولي مهدده. افهم تفهم العربيه انت. كيفاش تولي؟ دركا هذه الاراضي راهي في يد المغرب اصلا. العيون انت نفسك قلت راهي في يدهم، الداخله في يدهم. الاراضي اللي تسميها محرره رانا اتفقنا باللي اللي يدخل ليها الدرون يعطيه. دونك البوليساريو راهم في تندوف داخل الاراضي الجزائريه. انا حاب نفهم من يهدد الجزائر. اليس البوليساريو اللي يدير في ملايير الدولارات؟ ما تقطعليش الكلام، خليني نكمل كلامي. تفضل. نحاوروا مليح، نحاوروا مزيان كما يقولوا المغرب. قلت لك الخط الحدودي مع موريتانيا كله محرر من طرف البوليساريو المروكي. الله اكبر. نعم ما يقدرش. على بالك باللي اسمع، على بالك باللي بوليساريو موش يقول في الكلام تاعك. اوكي معليش خليني نكمل لك. هي شوف اللي هادو ما راكم تفوتوا في مغالطات وتقولوا الجزائر تدعم بالسلاح اسمه البوليساريو. هذه غلطه، لانه كاين عقود مع الصحراء الغربيه، مع المسؤولين تاع الصحراء الغربيه، مع شركات اجنبيه. شكون خويا راك تقول الصحراء الغربيه؟ شكون الصحراء الغربيه هذه؟ شكون الصحراء الغربيه؟ الصحراء وين بلاصه رانا اتفقنا باللي الصحراء الداخله والعيون ومنا يسيروهم الدوله اللي هاك، ورانا اتفقنا باللي ما عندهمش اراضي وراهم في تندوف. درك انت راك تتكلم على بوليساريو، ماكش تتكلم على حاجه اسمها الصحراء الغربيه. اوكي المهم الخط الحدودي مع موريتانيا راه محرر. خويا ما كان حتى خط حدودي مع موريتانيا. الموريتانيين راهم تعرضوا الى القصف داخل المناطق هذيك، وراهم يضلوا يشكيو. يقول لك هذوك مساكن اللي يروحوا يسترزقوا ينقبوا على الذهب في بعض الاحيان يتجاوزوا الحدود، الدرون ثاني يعطيهم للراس. انا مانيش انا الدرون الله غالب خويا. لا الموريتانيا تشتكي على جال القرقارات، يعني في اشتكي. لا راك تخلط القرقارات سي اوتر شوز. القرقارات راهو معبر تسمى حيوي بالنسبه للبلدين سواء موريتانيا سواء المغرب. حنا نتكلموا على مناطق المشتركه بين موريتانيا والمغرب في بعض الاحيان، مع المناطق العازله بين موريتانيا والمناطق العازله. بعض الاحيان منقبين تاع ذهب موريتانيين قتلوا للاسف ورحمه الله عليهم، قتلوا في قصف بالدرون المغربيه في المنطقه. اللي يدخل للمنطقه العازله الدرون يعطيه للراس، سواء درون تركي سواء درون اسرائيلي.
اوكي. المهم قلت لك عندهم عقود مع شركات، داروا عقد عندهم واحد 6 شهور مع شركه استراليه اللي شكون؟ تستخرج المعادن. نسيت اسمها الشركه، ولكن حوس جوجل تصيب الارتيكل. من وين يستخرجوا المعادن؟ من مناطق المحرره الصحراويه. خويا المناطق المحرره راه يسمع الكلام تاعك المينورسو هذا راهم يجيو يصدموا على المناطق المحرره. راه واحد ما يقدر يدير حاجه في المناطق المحرره، راه الدرون يعطيه للراس مره اخرى. راك انت المشكل تاعكم خويا، نقول لك حاجه، المشكل تاعكم راكم على بالكمش اصلا ما هي البوليساريو، ما هي الصحراء الغربيه، ما هي الصحراء المغرب، ما على بالكمش اصلا بالتفاصيل. راك من الصباح تحكي تخلط بين القرقارات وتخلط بين المناطق المنطقه العازله، وما على بالكش باللي البوليساريو راهو في تندوف، راهم في تندوف فقط. ما على بالكش باللي عندهم سوق يبيعوا فيه المواد الغذائيه الجزائريين، ما على بالكش باللي عندهم يستوردوا سيارات اكثر من 3 سنوات، ما على بالكش باللي الطائرات العسكريه عندهم الاولويه فيها قبل الجنود الجزائريين. الناس هادو، انا المشكل تاعي كجزائري دركا القضايا الامنيه، انا مستحيل. شوف لو كان تقوم جمهوريه هذه اللي يسميوها الجمهوريه العربيه في شمال افريقيا، انت اللي تتكلم على الامن، لو كان تقوم جمهوريه هذه واش يصرى؟ اقتتال، انقلابات، يتقتلوا هما اصلا الان يتقتلوا بين بعضهم تاع البوليساريو. دونك المنطقه راح تنفجر. علاه درك فرنسا راه يتغير في موقفها، اسبانيا غيرت موقفها، الولايات المتحده الامريكيه، لانه ولا واحد. علاش محمد بوضياف رحمه الله عليه موقفه كان ضد قيام بوليسار الدوله هذه تاع الجمهوريه العربيه؟ علاش فرحات عباس في السبعينات قال لهم راكم ديروا في كوارث لما تدعموا هذه؟ لانه قال لهم اموال الجزائريين وين تروح، لانهم يعرفوا بانه تهديد على المنطقه. الناس هادو تاع البوليساريو، هذه هي القضيه وما فيها خويا. صح. اوكي. ما انت راك تدعم القضيه الصحراويه المروكيه، يعني راك انا ضد البوليساريو، انا ضد البطاطيش اللي ياكلوا في اموال الشعب الجزائري. الباقي يرميهم في المحيط الاطلسي، يروحوا يعيشوا في العيون، يروحوا يحرروا دبابات العالم. المهم يخرجوا من تندوف، والمهم اموال الجزائريين تبقى في الجزائر. اعطينا لي بروف باللي الجزائر تدعم عسكريا وتمد دراهم للبوليساريو. اعطينا دعم. وزير الجاليات في حكومة البوليساريو في 2020 في لقاء في باريس، والقضية فجرت القضية، قال لك ما كانش حاجة اسمها جمهورية عربية، وقال لك أن الجزائر منذ 1973 هي من تموننا بالسلاح ومن تدعمنا ومن توفر لنا الطائرات للتنقل ومن فتحت لنا البعثات الدبلوماسية. أي واحد اللي يسمع فينا درك من بعد يكتب وزير الجاليات البوليساريو 2020 قدامها راح يلقى التصريح اللي هو التصريح بالفيديو صوت وصوره، ماهوش شوقي بن زهر اللي يتكلم، وزير الجاليات تاع البوليساريو. يعني انت تمام راك تكذبني قلت لك باللي البوليساريو الصحراء الغربيه عندهم استثمارات وعندهم اموال تدخل لهم في الخزينه تاعهم. هما ما اسمع البوليساريو، هما تقول لهم عندكم استثمارات يضحكوا عليك خويا العزيز. واش استثمارات الناس يدخل هم ما عندهمش استثمارات. هذوك راهم اموال الشعب الجزائري اللي راحوا داروا بهم شركات في امريكا الشماليه، راهم ماهوش باسم، ما عندهمش دوله خويا، راهم دراهمك هذوك راهم دراهمك. كاين شركه استراليه تاع المعادن مشهوره كبيره، راح نسيت اسمها. اعطيني اسمها، نسيت اسمها. من بعد نحوس لك على هذه خويا. انا شوف هذه الشركه راهي دقيقه، الشركه هذه نسيت اسمها، راهي شركه معروفه جدا، كل واحد يطلع عندي في اللايف يذكرها لي. واليوم راك قلت لنا باللي راهي استراليه، اسمها نسيت اسمها. هي استراليه انا ونسيت اسمها، نسيت اسمها. ان شاء الله تتذكروا خويا. فوالا ونشوفوا المستقبل واش يوجد لنا. هذه هي. شكرا على مرورك، وان شاء الله تكون فهمت برك هزيت انه الفكره اللي راك كنت هازها اصلا راك خارج كليا المنطق وراك خارج كليا الواقع. الحمد لله مانيش خارج من المنطقه، وانا متاكد باللي هذا المخزن راهو يهدد في الحدود الجزائريه، وراه يطالب في مناطق في اراضي. لا شوف المره الجايه انا قلت لك باش تكون، انا راني نعاونك باش يكون الكلام تاعك عنده وزن وهيبه ومواقف، ماشي كيما النظام الجزائري اللي قال عليه لافروف لا وزن لا هيبه لا مواقف. جيب لنا الاسماء تاع ناس ماتوا في قصف مغربي داخل الاراضي الجزائريه، جيب لي تهديد في الحدود الغربيه. هذاك الوقت انا اول واحد نولي نقول لك راني مع البوليساريو،
بصح لازمك تجيب لي الوقائع. انا درك راني جبت لك بواحد زائد واحد بانه اكبر تهديد على الجزائر وعلى الامن القومي تاع الجزائريين هو الاستمرار تاع البوليساريو هذا اللي راهو مستعمر لنا منطقه في الجزائر اللي هي تندوف، واللي راهو ياكل في اموال الشعب الجزائري بملايير الدولارات. شكرا على مرورك. يعطوا مخيمات اللاجئين، مخيمات الدل والعار. شكرا لك اخويا العزيز. لازمنا نفوتوا جماعه، ما تطولوا الناس برك رجاء، يعطيكم الصحه. ديروا استنى تشوف. اخر مصطفى في شمال افريقيا. السلام عليكم استاذ سعيد، تفضل. سلام. تسمع فيا؟ اخويا اذا عندك كيف ولا نحيه برك، ولا شارجور ولا حاجه كيما هكا. تسمع فيا؟ دركا تخليها، تفضل. وش هو الموضوع؟ الموضوع عندك مواضيع مختلفة، تقدر تتكلم على الأزمة مع الكونغو الديمقراطية، تقدر تتكلم على ما قال وكالة الأنباء الجزائرية. الصوت مش مليح عندك خويا، سامحني. عاود دير الطلب تاعك نعاودو نطلعوك خويا. آخر مستعمرة في شمال إفريقيا هي تندوف، ومن بعد يجيو يقولوا لنا ندعموا البطاطيش باش يتحرروا. يا ولدي وحنا اللي لازم نحرروا الاراضي الجزائريه. اللي يحب الجزائر يقول لك انا نروح نحرر تندوف. حنا دركا تسمى الانسان ناضل من اجل الاستقلال. الناس ماتت من اجل استقلال الجزائر، وناس ضحات وناس جاهدت وناس قاومت، تحررت جل الاراضي الجزائريه، لكن بقات تندوف مستعمره من طرف البوليساريو. دونك الانسان اللي يحب يحرر شي حاجه يروح يحرر تندوف. أنا يبان لي أنا عندي جهة تنسف في ملايير الدولارات من الأموال تاع الشعب الجزائري المقهور أو داخل رمضان. على بالكم باللي في وهران يا جدك. أنا ما نقدرش، قلت لكم لو كان نبدا نتكلم على الفضائح تاع النظام الجزائري لازمني أيام وأنا نتكلم. وهران عاصمة الغرب الجزائري، انصار النظام يقول لك لو بتي باغي، باريس الصغيرة. باريس الصغيرة 10 أيام ما عندهمش الماء، 10 أيام. وتبون عنده 2 قال لهم شوف الماء لو كان يتقطع اكثر من يومين في وهران، قالها في وهران راهي تصرى كارثه، او 10 ايام في 2024. بتجي تقول لي انت نحرر وما تحرر وما على باليش شكون تحرر. روح حرر، روح. قال لك السيخونه، قال لك المناطق المحرره. وهما المناطق المحرره هادو هما هي الناس ما على بالهمش اصلا واش هو هادو المناطق اللي يسميوها محرره. هي منطقه عازله، كاين جدار رملي درتو المغرب في نهايه الثمانينات، بداو يبنيوه. الجدار الرملي هذا اللي اكتمل ما تقدرش اصلا تفوت فيه، اللي يفصل بين المناطق هذه العازله، لهذا تسمى منطقه عازله، ما كانش اسمها اي صحراء. ودرك هذه الصحراء منذ ان نصرت في 2020 القضيه تاع القرقارات هذيك، اللي يقرب الدرون يعطيه. والدليل انه الشاحنات الجزائريه لما دخلت قصفت، لان دخلت الاراضي ما لازمش تدخلها. المينورسو ما هضر ولا شيء. انت واش داك المناطق عازله؟ واش داك المنطقه حربيه؟ وعلاش هما الشاحنات اللي طاردوا القصف علاش يمروا على المنطقه العازله؟ لانه ما كانش طريق لموريتانيا، ولانه المعبر الحدودي اللي كان يدشن فيه تبون، او ما كانش طريق، لا توجد طريق. استناو بالك عندي فيديو باش تشوفون هادو القضايا، لازم ساعات باش نقدر نفهم. تما سي كومبليكي، والناس شفتوا السخونه اللي طلع راه ما فاهم حتى حاجه، والله ما على بالو بها وين صدى. استنى تشوف اسك هاو جزء بركه. هاي طريق الموريتانيا، هذه هي. ترى هذه راك تمر على المنطقه العازله. الطريق الموريتانيا مكسر، ما تقدرش تفوت، لا شاحنات لا سيارات لا اي شيء. داروا معبر حدودي دون طريق. دونك نهار الشاحنات الجزائريه راح تمر على المنطقه العازله هذيك، يستحكم عليها الدرون.
راك تعرف البيرقدار، وهذاك الوقت بالبيرقدار تيبي 2. البيرقدار تيبي 2 الجيش الاوكراني راه دار لها اغنيه. يخي على بالكم باللي الجيش الاوكراني استعملها في المواجهه تاعو مع روسيا، درجه الفعاليه تاعها. دونك يعطيك على الراس، راك فرص النجاه 0%. حراك جزائري يحرق في عجل الطائره عندك 0.01% فرص نجاه. واحد يدخل المنطقه العازله، ندوش على بعضنا بقضيه ربحنا فيها وزدنا خسرنا ارواح تاع الجزائريين في قضيه لا تعنينا لا من قريب ولا من بعيد. واش راح ندير لكم؟